في بقى حته مطعم خارب الدنيا على السوشيال ميديا. اللون بتاع دوت انت لابسه قريب من ده، قريب لبني كده هوت في بنفسجي في الوان كتير. هو انت تحس ان هو ديسكو بتاع جي تي اي اللي هو تخش فاهم تقتل الناس فيه ده. حد فاكر اللعبه دي؟ اسمه ايه بقى؟ بابلو اند ايه عبده. عامل كونسبت مختلف كده جديد، فكره الصراحه ما شفناش قبل كده في مصر. تعال نشوف. طيب وبما اننا بقى في اول اسبوع والدنيا زحمه، ميعاد خروج موظفين والمكان هناك برضو ما فيهوش ركنه قوي، فالحل الذكي هنا بقى ان احنا نستخدم ايه؟ ابلكيشن ديدي. حملنا الابلكيشن وحددنا المكان وعندهم اوبشنين، فليكس وصلني المشاوير القريبه، وفليكس بقى للمشاوير البعيده. هنختار فليكس. بصراحه اثناء الرحله الكابتن كان ذوق ومتعاون جدا، فنزلوا ديدي وجربوه، وخصوصا الميزه بتاعت فليكس اللي بتخليك انت تختار السعر الرحله المناسب ليك، وكمان في مزايا امان كتير، او تسجل الصوت اثناء الرحله كلها، وتشارك رحلتك مع اي حد عشان تطمنه وتعرفه انت وصلت فين بالظبط. عشان مع ديدي الذكي اللي يوصل. عندها نصين، انت عايز ايه؟ هنا هو بيسألك من ابو اخر، عايز امريكان وفرافيري وبابلو موجود بابلو، ولا عايز حواوشي وكفته وكبده ومخ وسجق. مخ دي انت دي موجوده من عندك صرف مخ يعني دي مش موجوده في المنيو انا متاكد. دلوقتي هنبدا في بابلو. بيبان على بابلو كده ان هو ايه، شاب فانكي لونه بينك، برجرات امريكان بتاع الجو دوت، اكل الايه فرافير، مش هتلاقي فيه حاجات. انا على ده، انت رايح على طول على ده. انا عايز انهي؟ انا عايز بيف. انا عايز البرجر يعني. طب ما انا عايز البيف. انا نص ماشي اوكي. ده برجر بابلو ماش برجر، خاص طماطم بصل جبنه وصوص كده اهوت، باين ان هو فيه بيكلز. ايوه حبيب قلبي. طبعا الدبل هو سنجل ودبل. لا طعم اللحمه جامد. انا ميسي تشيكن ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن فراخ كده صدر كده حلو وصوص وخيار مخلل، وعندي 2 صوص هعرفهم دلوقتي. بقول لك ايه، جامد. انا شايف ان قطعه الفراخ محمله محترمه. تخش على ايوه ملك الابيتايزر، تشيكن بوب كورن ماكن تشيز فرايد، يعني دي المفروض جواها مكرونه بالجبنه. حلوه فيفا يشبه فرافيري. امك لو شافت ان انت اكلت دوت انا عن نفسي هتزعق. طب قول لنا ده ايه؟ طيب ممبار بوبس. ممبار بوبس. هو بقى في حاجات غريبه كده، نفس الممبار اللي في البيت، بس عموما الخلطه حلوه. حد متفق معاه؟ سبايس شويتين بس حلو قوي. بوب كورن تشيكن بوب كورن 6 فراخ كنتاكي. حاسسها صغيره قوي كده ولا ضيقه ليه؟ صغيره فعلا، بس مع صوص البافلو جامده. نيويورك هوت دوج، المفروض بقى ده ان الهوت دوج عجبوه بقى، كاتشب مايونيز مستردة وحبه بصل، العيش بريوش 3 كولا زيرو. في ماشين حلو ماشين. لا انا اللي عاجبني بقى العيش ده، العيش البريوش بيبقى واخد كده ايه شويه سمنه على بره ومتحمص كده ومتحمر وخفيف. ده كاوبوي اللي معاك ده كاوبوي. هو الفكره فعلا زي ما عمرو قال الهوت دوج عادي، بس اللي محلي الموضوع العيش، التوبنج اللي عليه الجبنه. معانا هنا بقى نفس العيش جمبري. ده بقى الباتر فراي شريمب، المفروض بقى زي بص اكنك واحده بحاجه سمك من ابو اخر. الجمبري برضو حجمه كويس، يعني الجمبري ليه طعم كويس، ان هم عندهم الجمبري ليه طعم، لان اغلبيه المطاعم دي المفروض ان هي مش تخصصها جمبري مجمد وبتاع وهيبقى كسان. عندك بقى سندوتش محمل، معلش شويه خلي بالك انت كل ده لسه في بابرو، ما دخلتش في القسم الشرقي اللي هو عبده. والله هي فكره صايعه الصراحه، بس بريسكت يعني هتبقى مسويه، هتبقى فعلا يعني انت كمطعم شايل هم تسويه البريسكت والكلام ده، يعني مش اي حاجه صح؟ مش اي حاجه، مش عارف، بس انا لا لازم البصل. بوكي مان مصحح عارفه. مش بريسكت قوي يعني. فالبريسكت للاسف دي الحاجه الوحيده لحد دلوقتي هي اللي جلت. يفتح النفس. برضو الفيل ستيك بيبقى نوع من انواع برضو اللحمه اللي فيه شكلها حلوه ولا ولع الموتزاريلا. بس ده بقى جامد. دو كده احب اقول لك اللي كان نفسي يبقى في العيش ده، لان العيش الفينو عادي جدا. لو انت بقى ما بالكش بقى في جو بقى الفرافيري بقى والبريوش والداينامايت والحاجات اللي بالانجلش دي، خش على عبده يا باشا تطلب لك الفطيره الحنينه والشيش والكفته والشاورما وكبده وسجق وكل حاجه بقى ايه شرقي. خش عليا بايه بقى اول واحد؟ كبده لارج. كبده سمول. ده كبده ده بتاعت ايه الرضع. ايه ده؟ واحد
هي يعني قطع كبيره. هي قطع كبيره، حاولت انها قطع كبيره بس حلوه دي العصافير. بس حلوه. ده بقى عندك ايه بقى؟ شيش تتبيله شيش بيتي، يعني مش هتيجي تجربها قوي. الشاورما 2 برضو، الشاورما بتعمل في العيش اللي انا حبيته ده، بريوش والعيش عليه شويه مش عارف ده ايه، بطاطس شيبسي صح؟ بطاطس شيبسي برضه جامده. مع العيش ده غريب. انا مش متعود اكلها، متعود دايما على الكايزر، متعود على العيش الفرنساوي الصاج، بس دوت مع السمنه بتاعته جديده. الكلام ده كله فراخ حلوه. لا بس حلوه قوي الشاورما اللحمه الصراحه حلوه قوي. سجق بالمستردة يا باشا والبصل وفاهم وحبه طماطم، يعني عامل زي السجق بتاع عز المنوفي، نفس التقطيع كده بتاعته. وريني الحواوشي بيقول ايه مع عبده. رفيع. عندك اوبشنين، يبقى على الجريل يا اما على الفحم. نادر قوي انك تاكل مكان يكون بيقدم لك برجر شاورما وحواوشي. طب ايه حواوشي ايه نظامه؟ حلو. حلو؟ حلو. يعني مش حواوشي حواوشي حلو؟ لا لا حلو. حلو لا قوي. سيكا بس حلو. شو بقى يا باشا على ايه بقى؟ على الفطير الحادق. ده اخر حاجه عند عبده. ده لا لسه فطيره سجق كيري. بسمع ان هنا الفطيره بالسجق كيري دي جامده قوي. انت مكسوف يا اسطى ولا ايه؟ دي تموت، دي ما ينفعش في الاخر خالص. نفس السجق بتاع السندوتشات طعمه حلو وحجمها كويس. دي بقى اخر حاجه هتموتك خالص من عبده. لازم تيجي 3 4 مرات لان فعلا منيو كبير. هو بيجبرك كده انك انت تروح له كذا مره، حتى لو انتوا شله صحاب. جامده قوي دي. الفطير يبقى سمكه اكبر شويه، ودي كان فيها 5. انا بدات ادوخ اقسم بالله. مستكه، اوريو، لوتس، بيستاشيو، بوستاتيو بيستاشيو بابلو بابل جام وبيستاشيو. ما يقولوا فستق. ضربت الاثنين ورا بعض دمار. البابل جام فيه سبرينجرز كده والنعناع بقى شويه. المستكه بقى انت فعلا بتاكل لبان سماره، سلطه كراميل لوتس صح؟ لوتس. وده بقى وده بوستاشيو. بس ايه رايكم في فكره المكان؟ لا الالوان بصراحه صايعه، وبالليل كمان المكان دوت بصراحه الجو بتاعه عالمي. امريكان داينر يعني مش هزار. هو بيحسسك، عارف انت الديسكو بتاع جي تي ايه؟ هو نفس الالوان بتاع جي تي ايه كده. جرب هنا الحلو، يعني فضي بطنك مكان الحلو بالظبط كده. وفي قسم كامل بقى، بان كيكس تلاقي، وافل تلاقي، ايس كريمات، شيكس. انت حافظها؟ لسه حافظها جديد. وفايبس بقى هنا تحفه. لسه يعني ايه فايبس بقى؟ يعني ايه فايبس؟ مش عارف. معرفش، انا قريتها كومنتات كتير ان الفايبس تحفه. الفايبس هنا حلوه قوي. طيب اخر الكلام، ايه رايكم في بابلو اند عبده؟ لا الصراحه تجربه جامده تقيله. يعني فكره ان انا اروح مكان الاقي المنيو 41 صفحه، دي ما ظهرتش معايا قبل كده. لا وكمان مفيش حاجه جلد قوي. انا شايف ان مفيش. ايوه انا كنت دايما بقول اساسا، يعني مثلا الاقي واحد فتح بتاع كشري وبيتزا وسجق وكبده، في حاجات كده بتفتح بيحشي. بقول ايوه عايز يحشي المنيو. بقول كده لا كده اكيد في حاجه فيهم مش هتطلع مظبوطه. ده الصراحه لما جربته كل حاجه فيه طلعت مظبوطه. كده عايز اسال سؤال، هل في حاجه ما حصلتش؟ لا هو عامل تنوع بس وكواليتي، بس عادي يعني انت ممكن تاكل الموضوع دوت في حته. اعتقد الناس هتروح هو الستايل بتاع المطعم. الستايل كمان الستايل بالليل صايع شويه بالليل. الستايل بالليل انوار بقى واضاءات بقى، تحس انك انت ايه. الاسعار مقارنه بالمنافسين عليه. هو زيهم هاي اند شويه، الحاجات اللي بتلاقيها في المولات، ولكن مش برضو ايه، مش رخيص. مش شايف ان هو يطرح تاني ولا لا؟ يطرح تاني. ولو عندكم برضو فكره مطعم جديد كده فتح قولوا لنا عليه في الكومنتات. يلا بس كده وشكرا.